السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنتعرف فيه نحن وإياكم على بعض التسريبات والتوقعات للحلقة الرابعة من مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا كما لاحظنا في نهاية الحلقة الثالثة انتهت بعد هروب فزاع من المستشفى والخطة التي قام بها الشيخ رشاش من أجل تهريب فزاع من المستشفى. أولا وقبل أن نعطيكم بعض التسريبات للحلقة القادمة سندخل نحن وإياكم في ملخص سريع للحلقة الثالثة. كما لاحظنا بداية الحلقة بالإثارة والأكشن، وكما توقعنا لكم في الفيديو السابق مقناص وشاهين ينقذون رشا بعد أن كانت تم محاصرتها من قبل العقرب وإصابته. تم إنقاذها وذهبت مع شاهين إلى المدينة. أيضا تم توديع جراح وجراح وعادوا إلى المدينة. أيضا شاهدنا في الحلقة كيف تم تهريب فزاع بطريقة خفية من المستشفى بالتعاون مع الدكتور وأيضا رجل الأمن الذي كان يقوم بالحراسة، لكنه أتاحها لزميله من أجل عدم النظر إليه على أنه مخادع هو أيضا والدكتور، بعد أن كشفتهم الدكتورة وقالت أن فزاع بخير وصحته تمام ولا يوجد به شيء، لكنهم فكروا بخطة جديدة من أجل تهريب فزاع. وكما لاحظنا شاهين ورشا يأتون إلى المستشفى لزيارة فزاع فيتفاجئون أنه غير موجود وأنه قد هرب. أما بالنسبة للتوقعات للحلقة القادمة فسيتم ملاحقة فزاع مرة أخرى وستعود القصة من البداية. أيضا لاحظنا أنهم يحاولون عمل مصنع للمخدرات في جوار قبيلة الفوازق، سيكون هناك تلاحم بين القبائل ورجال الأمن من أجل القضاء على فزاع وإصابته، ومن وراءهم الشيخ رشاش. انتظرونا بالفيديو القادم ملخصات وتسريبات جديدة للحلقة الرابعة إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، ونترككم في رعاية الله وحفظه وأمانته، والسلام عليكم ورحمة الله.